كشيوخ الثورات الربيع العربي، هؤلاء أحد يسكت عنهم ولا يسميه؟ هذا خيانة للأمة. يقول لك أنا بسمع لمحمد حسان، أنا بسمع لمحمد حسين يعقوب، أنا بسمع لنبيل العوضي. كل هؤلاء خرجوا في الميادين وأضلوا الناس. وقس على هذا من لم أذكرهم. هل هؤلاء يسكت عنهم ولا يبين ضلالهم للناس؟ يقول لك ده بيتكلم كلام طيب. ما احنا قلنا ما هو بيلبس الحق بالباطل. طب ما هو محمد حسان قعد سنوات يتكلم في السيرة ويتكلم في كل شيء ولم يظهر منه شر. لما جاءت أحداث 25 يناير من أول من نزل الميدان؟ هو. وجعل يثني على هؤلاء الفسق الفجر الذين كانوا في ميدان التحرير، يقول لهم هؤلاء الشباب الأبرار الأطهار الأخيار، الشباب التقي النقي الذكي، سجع الكهان كما يقول أحد المشايخ. هؤلاء شباب تقي نقي ذكي أبرار أخيار أطهار تغش الأمة وتقول أنتم لكم مطالب مشروعة. هل هذا سلفي؟ السلف لو نزل في هذا الوقت يقول ارجعوا إلى بيوتكم ولا تخرجوا على ولي أمركم. الرسالة الأولى لشبابنا، لشباب مصر الأبي التقي الزكي، الشباب الطاهر الذي يوجد الآن على الأرض، الذي يوجد في المدينة العامة في جميع المحافظات، الشباب الذي سطر بدمائه الزاكية هذه الملحمة وهذا العمل العظيم. أوجه له رسالة من قلب ميدان التحرير، من قلب الحدث، وأقول لهم أيها الأطهار، أيها الأخيار، أيها الأبرار، بلدكم هي مصر. احذروا أولئك المندسين الذين اندسوا في الصفوف لقطف ثمرة هذا العمل المبارك الكريم. احذروا أولئك اللصوص الذين يريدون أن يتسلقوا على دمائكم ويتسلقوا على عملكم المبارك. احذروا هؤلاء، بل لا أقول لكم ذلك فحسب، وإنما أقول اظهروا هوية هؤلاء ليعلم العالم كله أن شباب مصر شباب شريف، شباب تقي، شباب زكي، ما خرج إلا المطالبة بحقوق عادلة مشروعة. فانظروا إلى محمد حسان لما شجع الناس على الخروج في الثورات، وخرج على إحدى القنوات وقال أنا وزوجتي أم أحمد كنا في الميادين. يعني والله لقد خرجت زوجتي. نعم والله. نعم. وخرج أطفالي. نعم. وخرجت أنا. نعم. أسألكم بالله عليكم أيها الإخوة الأفاضل، يا من تريدون النصيحة للمسلمين، أحد يستمع إلى مثل هذا؟ يخرج في أمام القاضي ويقول له الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. ما قال من أهل السنة، قال الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. أي كذب وأي افتراء أن تقول الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. من هم الأشاعرة في نظرك؟ أهل السنة والجماعة. الأشاعرة. نعم. محمد حسين يعقوب ومحمد حسان طلعوا على مصطفى محمود، وقفوا على المنصة وقالوا دماؤنا دون دمائكم. وأنا ما أتيت اليوم لأتكلم، وإنما أتيت لأقول دمي ليس أغلى من دمائكم. نحن بين يديكم، نحورنا دون نحوركم، وصدرنا دون صدركم، ودمنا دون دمكم. لن تخطى الذي يظن أنه خطى الاعتصامات أو أنه سيفوق الاعتصامات، لن تخطى الاعتصامات. الدولة بتطهر ميدان رابعة من الخوارج، وهذا ينصب منصة في ميدان مصطفى محمود ويقول دمنا دون دمائكم. هل هو لا دعاء على منهاج النبوة؟ تسمع لهم إلى يومنا هذا وتنخدع بكلامهم في الزهد والرقائق. هؤلاء ليسوا أمناء على الشريعة، وعلى هذا فقس.